هلا وهلا، وشلونكم؟ شلون صحتكم؟ عساكم بخير يا رب العالمين. ورجعنا ويا فقرة مشتريات. تعالوا خل أراويكم شنو ماخذه من خطار ومن سمامال حبايب قلب. وهنا فتحت لكم المشتريات حبايب قلبي. أول شي من مشتريات خطار أخذت هاي الأباجورات، كلش حلوة وراقية وتجنن. طبعا تنشحن، يلا شو اسمه، تشتغل 3 أضوية بس تضغطون عليها هيك ضغطات بسيطة تشتغل. أخذت 2، وحدة لغرفة تمار ووحدة لغرفة عمار، بيها أكثر من موديل، احنا عجبنا هذا الموديل. أخذت هاي الخاوليات للمطبخ، كلش حلوات وثخان وتجنن. أخذت هذا المصفي للشاي. أخذت هاي الخواشيق والشوكولات السفري. كلش يعني أعوز هيك سوالف ساعة الساعة رأسا أحتاجها أطلع من عندها. أخذت هاي الكاسة كلش حلوة الفافون لأبو تموري، كلش عجبته للبن. أخذت هاي هيك القلاصات الصغار تنحط بالمايكروويف، هاي للكاكاو إذا أريد أزين بيها الوافل الكريب، كلش حلوة تدخل للمايكروويف وتقدرون تزينون بيها. الولد عجبتهم هاي القلاصات همينة، كلش حلوات. هاي بمطعم بيتهوفن شربنا بيها عصاير، كلش حلوة وتصير صغار. أخذت هذا التبسي كلش حلو همينة ومفيد. أخذت هاي الأكلياس مال حفظ، هاي هيك تصير كلش همينة حلوات. أخذت حجمين تمام. وأخذت أيضا هاي القطع تصير مثل الخاوليات همينة للمطبخ، هيك تصير، أو تريدون تحطون يعني تمسحون بيها تلمعون الأخشاب الجام الكاونترات، كلش حلوة. وأيضا أخذت هاي الصينية، طبعا خليت عليها هذا الكلينس، الصينية كلها مراية وتصير مذهبة تجنن. طبعا هاي أخذت 2، وحدة وديتها لأختي من سويت بيها البقلاوة من اجت من بيت الله، واني اخذت وحدة ثانية. واخذت هذا الكلينس الاشكال. هواية يسألوني من كنت اسوي سفرة رمضان تقولون هذا الكلينس او القطع عمية لك ام تمار، هذا كلينس هاي الاشكال همينة لقيتها متوفرة عند خطار، اخذتها من عندهم حبايب قلبي. من سمامال عجبتني هاي القطع، أخذتهن للغرفة كلش حلوات وبعد مقدفة. أخذت 5 قطع من هاي المربعة، وقطعة كبيرة باعوها بس هاي مديورة، قطعة كبيرة هم نفس الشكل هم مقدفة للميز مال التلفزيون همينة. أخذت هاي الخاوليات مال إيد كلش حلوات وخامايتها كلش حلوة وثخان. أخذت 3 ألوان، أزرق ورصاصي والبيجي. أخذت سسي كلش أحبه وما ألقاه يعني بأي مكان. أخذت سيليفون، أخذت أعواد خشبية، أخذت هذا القمردين أو الطرشانة، وأخذت هذا الجلاتين للولد، وأخذت علج مر همينة. هاي كانت مشترياتي من سما مول. إن شاء الله عجبتكم مشترياتي حبايب قلبي. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل ما هو جديد.